حبايبنا الحلوين، ليلة امتحان أولى ثانوي. خلاص يا معلم، وصلنا للمرحلة الأخيرة، فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل محاكاة للامتحان اللي انت رايح تمتحنه بكرة أو بعده إن شاء الله. طيب يعني ايه محاكاة؟ يعني لحد دلوقتي حضرتك قاعد ماسك التابلت بتاعك، خلاص، والتابلت قاعد شغال بقى، عايز تحل. ازاي احل؟ طبعا احنا هندربك على نظام السؤال وهندربك على الدرجات بتيجي ازاي، ولكن انا دلوقتي ماسك التابلت وبحل بتعامل. انا ازاي اتعامل مع الامتحان؟ ايه اللي هيجي لي في الورقه؟ ايه اللي هيجي لي على التابلت؟ ازاي اقول اه او لا، او اما اغلط اتصرف ازاي؟ ازاي افكر جوه الامتحان وما اضيعش وقتي؟ طيب ايه المقال عامل ازاي؟ كل ده هنجاوب عليه في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. فاول حاجه يا صديقي كده، عايزك تصلي على النبي، استهدى بالله كده. مش هتعمل اي حاجه خالص غير انك تتدرب على الحل. لو انت حتى ما كنتش بتذاكر قبل كده، فاحنا ما فيش نقطه هنحلها بدون شرح. تمام. انا حبيت ان انا اجيب لك محافظات، اجيب لك امتحانات كامله جاهزه، امتحانات زي ما الناس اشتغلتها قبل كده، عشان تعرف ان انت هتتحط في الموقف ده بكره او بعد ان شاء الله. فعشان اتحط في الموقف ده يبقى لازم تكون جاهز له. سهل بقى صعب، انا لازم اكون جاهز. خلاص. فما حبيتش ان انا اجيب اسئله دايركت. خلاص، احنا كان في مرحله قبلها اللي هي مرحله المراجعات الجزئيه، كنا بننزل وحدات يونت 1 و2 و3 و4 وهكذا. دلوقتي احنا عايزين الحل الشامل. صلى على الحبيب، ركز معايا. تعالى كده نبدا على بركه الله، واستعين بالله واطلب من ربنا ان هو ييسر لك الامور ويصبرك على اللي انت بتعمله، وكمان يوفقك في امتحانك ان شاء الله. يلا حبايب قلبي كده. طبعا يعني عايزين الناس بس مركزه معانا، مش محتاجين اكتر من التركيز، ورقه وقلم وانت شغال معايا. اول حاجه كده يا صاحبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك كده معلمي، انت عندك السؤال الاولاني كده في الامتحان، بمجرد ما تستلم الامتحان او يفتح معاك الامتحان على التابلت، بتلاقي فيه 16 درجه. صباح الفل. ايه ال 16 درجه دول؟ متقسمين كالتالي. متقسمين حضرتك عليهم في السؤال الاولاني ده بدرجتين، وبعد كده في عندك 14 درجه. قبل كده كان السؤال الاولاني ده ساعات بيعملوه بيجيب لك على كل نقطه درجتين، على كل نقطه درجتين، ولكن هو قال خلاص الكلام النهائي هيكون ده عليه درجه لكل سؤال. تمام. دي اول حاجه. يعني السؤال ده بيديك 5 اختيارات، انت بتختار اختيارين منهم. بعد كده بننتقل للسؤال باربع اختيارات، بيجي لك 14 يعني بقيه الجمل لحد الجمله رقم 16. فبتلاقي معاليك كل سؤال بدرجه، يعني دول 14 ايه؟ دول 14 درجه. يبقى انا عندي كده 16 جمله تشوز. بعد كده يا شباب عندنا بيجي لي قطعه الكومبريهنشن عليها 7 درجات. القطعه يا جماعه ليها اسلوب في الحل، هنفهمك بيتعمل معاه ايه وتشتغل ازاي، ولكن الاسئله بتاعتها كلها بتكون اختار تشوز. حضرتك تقدر تجيب الاجابه من القطعه، وبتكون ملزم باجابات معينه. بعد كده يا اولاد بننتقل الى درجتين للترجمه. الترجمه بيجي لك جمله بالعربي تحولها انجلش، وجمله بالانجلش هتختار العربي بتاعها. الاجابه الواحده عليها درجتين. بعد كده يا اولاد عندنا درجه ونص على اسئله القصه. اسئله القصه يا جماعه هنا هتستلم بقى ورقه مقالي. الورقه المقالي ديت هتبدا حضرتك تكتب جواها الاجابات. تكتب جواها الاجابات، السؤال الاول والثاني والثالث، وكل سؤال عليه نص درجه. بعد كده حبايبي عندنا 3 درجات ونص لل 150 كلمه بتوع موضوع التعبير او الباراجراف اللي هو موضوع التعبير. ده يا معلمي نظام الامتحان اللي انت هتشتغل عليه. اهم شيء لازم تركز عليه، ومش عايز الطلبه اللي عندها لا مبالاه بتاعه يا مستر دي درجه ونص في القصه. فاكس قصه، كبر دماغك من القصه. طبعا ده تخلف. خلاص. ما انت درجه ونص هنا، والطالب يقول لك يا لهوي، يعني الايسيه هقعد اكتب 150 كلمه علشان 3 درجات ونص؟ تكتب عشان نص درجه حتى. كل حاجه مطلوبه منك، ما تسيبش حاجه، وما تديش انطباع لنفسك ان انت بقيت الامتحان مقفله، عشان كده هتسيب الكلام ده يا نايم. طيب، ولكن بقى نبدا كده على بركه الله في حل اول نموذج معانا. نحل في الفيديو ده ان شاء الله كميه نماذج كويسه جدا. يلا نبدا على بركه الله كده. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك choose to correct. يلا. tourist industry is big. tourist industry صناعه السياحه بيكون big ايه يا جماعه؟ يعني بيكون لديها big ايه on local towns، بيكون لديها تأثير على المدن. أول حاجة عندنا كلمة impact يا أولاد بمعنى تأثير،
وكمان عندنا كلمة influence أيضا بمعنى تأثير. أمال كلمة affect ده الفعل بمعنى يؤثر، فمش هينفع تيجي بعد هاز. تمام؟ طيب يبقى ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني بيقول لك he can't stand an email because he can't send، مش هيعرف يبعت الإيميل because the laptop isn't in the internet أو to the internet. طيب لان اللابتوب مش متوصل بالانترنت، ففين كلمه مش متوصل؟ عندنا كلمه اسمها connected بمعنى متوصل وده توصيل مادي، وعندنا كلمه link ايضا بمعنى توصيل. يبقى انا كده بختار الاختيارين بتوعي. بعد كده بننتقل ل 14 سؤال، كل سؤال عليه يا جماعه درجه واحده. يلا بينا. we should money، ينبغي ان احنا الفلوس to charities، الجمعيات الخيريه، يبقى ينبغي ان احنا نتبرع بالفلوس. فاحنا عندنا هنا كلمه طبعا دونيت اللي هي بمعنى يتبرع. يلا راجع معايا الكلمات كده. وكلمه ستيل بمعنى يسرق، وايضا كلمه روب بمعنى يسرق، وكلمه بورو بمعنى يستلف. السؤال اللي بعده بيقول لك he lives in a very، هو بيعيش في very village which you can't reach، مش تقدرش ان انت reach يعني تصل اليها easily بسهولة، وكمان هي very far يعني بعيدة جدا. طالما بعيدة يا اصدقائي يبقى مين الاجابة يا معلم؟ هتبقى كلمة isolated بمعنى منعزل. isolated بمعنى منعزل. طبعا in isolated غير معزولة مش بعيدة، وcrowded بمعنى مزدحم، واكسايتنج بمعنى مثير. السؤال اللي بعده بيقول لك نمبر 5 you can't call him، انت مش هتعرف تتصل عليه. as يا ولاد لما تيجي في النص هنا يمكن ان تترجم بمعنى لان. as he always gives money to help people. طيب قال لك you can't call him، هنا كلمة call مش معناها هتتصل، هنا كلمة call بمعنى هتنادي، يعني مش هتقدر تقول له ان هو لان هو دايما بيدي فلوس للناس الفقراء، يبقى مش هتعرف تقول عليه بخيل، صح كده؟ فين بقى كلمة بخيل؟ تعال نشوف. كلمة generous ديت بمعنى كريم، مش هتعرف تناديله تقول عليه كريم؟ لا. طب kind يعني طيب. طب مين؟ احنا كلنا عارفين كلمة مين بمعنى يعني، صح؟ ولكن كلمة مين تيجي ناون يا جماعة او تيجي صفة بمعنى بخيل، ودي تركيبة لازم تتعرف عليها. وطبعا كلمة بوزيتيف بمعنى ايجابي. يبقى هنا يا اصدقائي قال لك you can't call him، انت مش هتعرف تناديه بالمين بالبخيل، لان هو دايما بيدي فلوس لمين؟ للفقراء. السؤال اللي بعده قال لك الجملة اللي بعدها 6 نقط وبين قوسين كده، يعني عايز كلمة تعرفها. قال لك is the beliefs والtraditions اتحلت كتير جدا في الاسئلة اللي حليناها مع بعض. البليفز يا ولاد اللي هي المعتقدات والعادات بتاعت مجموعة من الناس، يبقى دي اسمها يا جماعة، دي اسمها الثقافة، اللي هي كلمة كالتشر، وكلمة مهمة جدا يا جماعة لازم نكون كلنا عارفينها. خلاص؟ طبعا كلنا عارفين كلمة كوميونتي اللي هي بمعنى المجتمع، وكلمة ميوتين اللي هي بمعنى التمرد، والايكو توريزم السياحة البيئية. جملة رقم 7 قال لك as نقط as، في كلمة على بعضها كده اسمها ممكن تبقى as far as، ممكن تبقى as soon as long as well as، حسب المعنى اللي احنا عايزينه. I'm concerned، أنا مركز. It will be a good idea، هتكون فكرة حلوة جدا to go to the club not to the zoo، مش يعني هتكون فكرة حلوة ان احنا نروح الكلاب مش نروح الزو. فهنا الصح بتاعنا يا جماعة هتبقى كلمة as far as I'm concerned على بعضها كده. it will be a good idea، هتكون فكرة حلوة ان احنا نروح الكلاب ما نروحش الزو. طيب السؤال اللي بعده نمبر 8 a note starts with a capital letter. الايه يا جماعة بيبدأ بالحروف الكابيتال، letter دي بمعنى حرف. and ends with full stop، وبتنتهي بالفول ستوب. مين يا جماعه اللي بتبدا بحرف كابيتال وبتخلص بفول ستوب؟ قال لي هنا دي عندنا السنتنس، وكلمه سنتنس يعني جمله. خلاص؟ عندنا يا اولاد كلمه رايم اللي هي القافيه، الوزن والقافيه. الطلبه طبعا اللي كانوا معانا على في السنتر وكده ومعانا في الاونلاين شرحنا انا ايه وزن وقافيه، قلت لك اللي هي اتفاق اواخر الابيات. القافيه بتاعه الشعر بتاعه اللغه العربيه، يعني اخر حته مثلا كانت في الشعر اللي عندنا كان عندنا وي كي وهكذا. طيب
كلمة بويم يا جماعة اللي هي القصيدة نفسها، وكلمة سنتنس يعني جملة، وكلمة كويستشن بمعنى سؤال. طبعا هنا يا شباب اللي بتنتهي بحرف كابيتال وبتخلص بفول ستوب هي السنتنس. طيب نمبر 9 قال لك the email says، الايميل بيقول I have won a prize، ان انا فزت بالجائزة. but don't believe it، ولكن انا ما صدقتوش. I think اعتقد it's a نقط. زي بالظبط كده لما بيجي لك رسالة يقول لك انزل يا محمد، انزل البلد ده جدك لقى كنز، فجدك لقى كنز يا معلم، فانت هتفتح الرساله الله ده. طبعا ده ايه يا جماعه؟ ده اسمه سكام. ده اسمه ايه؟ اسمه سكام. خلاص. طيب يبقى انت حضرتك مش اي رساله تجيلك، ها الشباب اوعى اي رساله او اي لينك تفتحه. دي نصيحه. المهم fewer lines، اسود قليله، اسود اقل. not today than in the past، ايه النهارده اقل من في الماضي. thanks to هنا يا اولاد معناها بفضل، بفضل the work of conservationist، بسبب الناس او بفضل الناس اللي هم الناشطين البيئيين. طيب هنا عايزين نقول اللاين، هو اللاين بيقتل هنا ولا بيتقتل؟ طبعا احنا عندنا يا جماعه كان في يونت 2 كان بيكلمنا ان الاسود كانت بتتقتل بسبب ان هم كانوا دايما بيروحوا ياكلوا الحيوانات بتاعت الناس اللي هم مربيين الاغنام. خلاص. فمربي الاغنام الراجل اللي عنده غنم، فالاسد بيقتل او بياكل الحيوانات، فبالتالي بيقول لك هنا ان كان الراجل بيطلع البتاع ويقوم ايه مموت الاسد. فهنا هتبقى الاجابه ايه؟ اللاين هنا مفعول به، فطالما مفعول به يبقى هنا ايه الجمله؟ مبني للمجهول. طيب مبني للمجهول يبقى were killed ولا are killed؟ طبعا هنا طالما today يبقى احنا في المضارع، يبقى الصح بتاعنا مين يا جماعه؟ are killed. طيب قال لك بعد كده I lived in أشمون سنة 2015. خلاص. أنا عايش هناك في أشمون من 2000 وإيه و15. قال لك ده معناه إني أنا إيه هناك من 2015. ها قال لك I lived، دي I lived هنا يا أولاد مضارع ولا ماضي؟ ماضي. أنا عشت في أشمون سنة 2015. ده معناه إن أنا دلوقتي مش هناك. ما هو لو أنا دلوقتي هناك كنت هقولها في صيغه المضارع التام. ليه؟ لان المضارع التام اللي بيعبر عن حدث بيحصل يعني كان قبل كده حاصل وما زال مستمر. لكن لو انا قلتها في الماضي البسيط فده حصل في الماضي وخلص خلاص ومالوش اثر. فمعنى ان لما اقول لك ان انا عشت في اشمون سنه 2015 يبقى انا دلوقتي مش عايش هناك. يبقى الاجابه هتبقى ايه يا جماعه؟ هتبقى I haven't lived there since 2015. What time is math lesson؟ طيب احنا عارفين في الدرس دوت ان كلمة math يا جماعة تعتبر من المواد الدراسية، والمواد الدراسية بتاخد no article بس لو جاية لوحدها. لكن لو قال لك math lesson درس الماس فهنا اخد كلمة the. تمام؟ بالظبط زي كلمة English، لو جاية English لوحدها no article، لكن لو قال لك English language لا هنا يبقى ايه؟ هنا يبقى the. الجملة اللي ورا It's my grandfather's birthday، ده عيد ميلاد جدي الأسبوع الجاي. هي نقط 17. طبعا هنا يا جماعة الحقائق المستقبلية زي السن والعمر بتاخد معانا كلمة إيه يا شباب؟ بتاخد طبعا كلمة will، يبقى will be 17. هي suggested، كلمة suggested يا ولاد لوحدها بمعنى يقترح، وقال لك دي في كلمات يونت 6، وقال لك ان بيجي بعدها مباشره الفيرب اي ان جي. يبقى كلمه suggest يا اولاد لوحدها هي واختها الثانيه اللي كان اسمها recommend يجي وراها الفيرب اي ان جي. هو بيقترح نقط the match in the stadium as he had a bad experience، هو كان عنده تجربه سيئه هناك. يا ترى هو بيقترح ان احنا نتفرج على الماتش في الاستاد وهو كان عنده تجربه سيئه، ولا ما نتفرجش؟ ما نتفرجش. اوعى تستعجل عشان كل المستعجلين هيقول لك واتشنج وياخدها في الاخر غلط. هي مش واتشنج، هي الاجابه مين؟ نوت واتشنج. ليه؟ عشان لما كملت الترجمه قالت لي ان كان عنده تجربه سيئه هناك، يبقى هنا هو مقرر ان احنا ما نتفرجش. 15 have you done all housework already؟ انت عملت الهاوس ورك بتاعك كله؟ روقتي الشقه يا ماما؟ قمتي روقتي ولا لا؟ طيب يس قالت لها ايوه I not an hour ago.
اجو ده كلمه داله على الباست سيمبل، الماضي البسيط، يعني التصريف الثاني للفعل. يبقى الاجابه كلمه مين يا اولاد؟ كلمه did. السؤال اللي بعده بيقول لك I don't have not money. الماني ده يا اولاد اسم غير معدود، يبقى دي اول حاجه كده انا عايزك تركز عليها. قال لك كمان I can't buy this expensive car، ومش قادر اشتري العربيه دي. يبقى انا مش معايا فلوس ايه؟ اكيد مش معايا فلوس كتير، صح كده؟ فين بقى كلمه كثير؟ طبعا little دي بمعنى قليل، مش تبعي. طب ميني صحيح بمعنى كثير، بس ميني دي بتيجي مع مين يا اولاد؟ مع المعدود بس، وانا عارف ان الماني غير معدود فما تنفعنيش. طب معايا بقى a lot of اللي هي بمعنى كثير، ومعايا much اللي هي ايضا بمعنى كثير. وفي الشرح كنت بقول لك ان a lot of تيجي مع المعدود وغير معدود، وكلمة much بتيجي مع غير المعدود بس. طب انا اختار مين فيهم؟ ركز معايا. قال لك لو الجملة منفية بتختار كلمة much. مش احنا عندنا يا جماعة كلمة اسمها ميني وماتش؟ ميني بيجي معاها اسم معدود، وماتش بيجي معاها اسم غير معدود. يفضل استخدام الميني وماتش دول في الجملة النفي والسؤال. طيب امال كلمة a lot of دي؟ a lot of دي يا شباب قال لك يفضل استخدامها في حالة الجملة المثبتة. في حالة الجملة الايه؟ المثبتة. و a lot of بتيجي مع المعدود وبتيجي ايضا مع غير المعدود. صلينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ركز معايا ولا مجرم. طبعا هنا بيجيب لك سؤال القطعه عليه كام درجه؟ عليه 7 درجات، 7 اسئله تشوز. خلاص؟ طيب حبيب قلبي كل اللي مطلوب منك انك تفهمه ان ده اسمه سؤال قطعه. يعني ايه سؤال قطعه؟ يعني ما اسمهاش قطعه ترجمه، هي اسمها قطعه حل. يعني انت كطالب مش مطالب تترجمها 100%، انت مطالب طبعا تترجم في التدريبات بيننا وبين بعضينا علشان تجمع حصيله لغويه، لان الكلمات اللي احنا بنقولها هتشوفها في قطع تانية في الامتحان سواء في اولى او تانية او تالتة سنه. لكن انت دلوقتي احنا بنتكلم في دلوقتي، انت مطالب بس تعرف سياق القطعه بيتكلم في ايه. كل اللي مطلوب منك رقم 1 تقرا الاسئله بتاعت القطعه، خلاص، وتعرف تقريبا هو عايز منك ايه عشان تثير جواك تساؤلات. رقم 2 تبدأ تطلع على القطعة، اقرأها مرة واثنين وثلاثة لو طلبت معاك، واقرأ بالراحة وحاول طلع المعنى العام بتاع القطعة. طبعا هينزل لك بقى ان شاء الله، هنبقى ننزل اجابات القطع ديت، ولكن هي دي الطريقة الواضحة والسهلة بتاعت القطعة. تمام؟ وبإذن رب العالمين ان ربنا قدر هينزل فيديو لحل القطع لوحدها. خلاص؟ طيب تعالى بينا نشوف الشكل بتاع الترجمة. ترانسليشن عندنا كل سؤال فيه 4 درجات. في سؤال كل سؤال فيه درجتين، واحد انجلش وواحد عربي. بيقول لك ايه؟ البلاد دونيشن كان هيلب people if they have been badly. اوعى تحل بدون ما تقرا القطعه. اوعى تحل بدون ما تقرا قطعه الترجمه كامله. خلاص؟ ما تحلش كده بالشغل الجهجهوني بتاع يمكن 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 تبرع تبرع تبرع. الجو ده غلط، ده غلط غلط غلط. تمام؟ اهدى كده وبالراحه. وفي فيديو على القناه عندنا شارحين فيه، حالين فيه حوالي 20 قطعه ترجمه. المهم يا جماعه قال لك ايه؟ قال لك البلاد دونيشن كان help people if they have been badly injured or need regular blood transplants because of their long term illness. طيب قطعه كلها كلمات عندنا في يونت 2. واضح ان المحافظه دي كانت مركزه قوي على يونت 2 لان معظم الاسئله في يونت 2. ها قال لك ايه هنا؟ تعال نشوف. يمكن ان يساعد التبرع بالدم. هو فعلا البلاد دونيشن كان، يبقى يمكن، الحوار في كلمه يمكن. خلاص؟ هنا التبرع بالدم يمكن. على فكره عايز اقول لك على حاجه، يعني الجمله الاولى والجمله الثانيه والجمله الثالثه والجمله الرابعه كلهم يدوني نفس الشغلانه. فالطلبه اللي كانت هتمشي بقى بكلمه ايه؟ يقول لك التبرع التبرع ويمكن ويمكن. طب انا اختار مين فيهم؟ لا انت بطيخه، ما ينفعش. انت لازم تفكر بالمنطلق اللي انا بقول لك عليه، لازم تقرا الجمله كامله والقطعه كامله علشان جمله زي دي توقعك على طول لو انت ماشي بالطريقه اياها. المهم يمكن ان يساعد التبرع بالدم الناس لو اصيبوا يبقى if they have been badly injured، لو هم اتصابوا. هنا في الجمله رقم 2 لو لم يصيبوا، فهنا اكس غلط عليها مش هتنفع. طيب التبرع بالدم يمكن ان يساعد الناس لو اصيبوا. قال لك هنا اذا اصيبوا، ما هو لو واذا الاثنين واحد على فكره. نكمل.
قال لك بشده او احتاجوا لنقل دم. هنا خلاص بشده او احتاجوا لنقل دم او احتاجوا لنقل الدم. عندنا منتظم بالرغم من ولا بسبب؟ تعال نشوف. قال لك blood because of معناها بسبب. يبقى طبعا كلمة بالرغم من يا جماعة هتتحذف. بص انا عملت اكس على مين؟ على الكلمات اللي بسببها انا حذفت الجملة، فكده انا مش باقي لي غير الف وجيم. خلاص. طيب بنقل دم، هنا كاتب لك من اجل وهنا كاتب لك بسبب. فوق في الجملة عندنا كلمة مين يا اولاد؟ because of. يبقى هي من اجل ولا بسبب؟ طبعا من اجل غلط، يبقى الصح مينا بسبب مرضهم، يبقى الاجابة رقم الف. دي الطريقة الاصح والامثل للحل، انك تكون فاهم يا معلم. بلاش تحل دايما بطريقة انك بصمجي. خلاص. صحيح هي بتمشي ساعات، انا عارف في طلبة بتاكل معاه وبتمشي وبتيجي، بس مش دايما. جملة زي دي مثلا توقعك ما تعرفش تحلها، وتبقى خارج من الامتحان واثق انك ماشي صح وانت غلط اصلا يا معلم. الجمله الانجليش، وريني بقى هتعمل ايه. ها يلا وريني. الطلاب بيقول لنا مشكله ارتفاع الاسعار مشكله عالميه وليست مشكله دوليه معينه. مشكله دوله معينه. تمام. قال لك ولكن احيانا يحاول بعض التجار الجشعين استغلالها لمصالحهم الشخصيه. يلا بقى في الانجليزي وريني هتعمل ايه. طريقه البصمجه بتاعت ام حماده اللي عندك دي هتنفع؟ مش تمشي خالص. طيب فركز واحده واحده كده ونقرا الجمله بكل هدوء. طيب بيقول لك يا معلم، يقول لك the problem of high prices is a world one و the problem of high prices are. يبقى احنا هنا بنتكلم هو عايز مشكلة ارتفاع الأسعار، مشكلة ارتفاع الأسعار. يبقى مشكلة دي مفرد. يبقى يا معلمي صباح الفل كده انت حذفت كلمة are. تمام. يبقى هنا are دي غلط. اللي بعد the problem of high prices is a world one. ماشي. The problem of high prices برضو are. يبقى انا هنا في صباح الفل في اول جملتين كده كسرت كلمة are، يبقى انا خطفت جملتين. اكمل على انهي جمل؟ العب بقى على ايه ودي، على ايه وسي. تمام. طيب the problem of high prices are المشكلة ارتفاع اسعار are a world one. طيب نكمل بس الكلام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك not related to certain city. يبقى not related to certain country. هي قال لك ليست مشكلة دولة معينة ولا مدينة معينة؟ طبعا سيتي هنا مدينة، فطبعا هنا مبدئيا كلمة سيتي غلط. يبقى مين اللي باقي لنا صح؟ اللي باقي لنا الجملة رقم سي. اهي واضحة اهي. خلاص. يبقى the problem of high prices is a world one. مشكلة الأسعار أو ارتفاع الأسعار هي ليست مشكلة يعني ليست مشكلة دولة معينة. و not related to يعني certain country دولة معينة. however ولكن some greedy merchants بعض greedy يعني الجشعين يا ولاد. التجار الجشعين sometimes try to use it for their own benefits. بتحاول ان هي تستغل دوت للاور benefits لاستفادتهم او استغلالهم مصالحهم الشخصيه. يبقى الاجابه الصح بتاعتنا هي رقم سي. بعد كده حضرتك بتقفل التابلت وبعد كده بيسلموك ورقه. الورقه دي يا معلمي بتعمل فيها ايه؟ الورقه ديت بتكتب جواها الثلاث اجابات بتوع الستوري بتاعتنا. طبعا كلنا عارفين ان الاسئله كلها كريتيكال يعني اسئله نقديه. يعني ايه مثلا why do you think the village ليه القريه الفيلاج people refused to help Jim and his mother. ها السؤال بعد يقول لك ايه do you like Captain Smollett why not. طيب mention اذكر one moral lesson you have learned from Treasure Island. تعالى بقى انا اقول لك ايه اكبر مشكله. اكبر مشكله يا صاحبي انك مش فاهم ايه اللي مكتوب. الا طلبه قليلين هم اللي العيال الشاطره الحلوين اللي مهتمين بالفيديوهات بتاعتنا ومهتمين بالشغل طول الترم، سواء بقى كنت طالب معانا او مش معانا مهتم. فحضرتك صباح الفل كده يا معلمي عندك مشكله كبيره وهي انت مش عارف تفهم السؤال، فبالتالي مش عارف تجاوب. طب انت فهمت السؤال، انت مش عارف تكتب الاجابه ازاي بالانجلش، انت عارف الاجابه بالعربي. فهنا عشان تحل المشكله دي النهارده وتخلص منها دلوقتي، يا رب تكون بتتفرج على الفيديو ده بدري يا رب. حضرتك الملزمه بتاعت الملزمه اللي انا شغال منها خلاص فيها الاسئله. الملزمه هتلاقيها على فكره في الديسكربشن بتاع الفيديو. خلاص. وهتلاقيها على جروب التليجرام بتاعنا، وكل طلابنا في السناتر معاها الملزمه، والطلاب اللي مش معانا الملزمه هتلاقيها موجوده في وصف الفيديو.
او في لينك التليجرام. المهم مطلوب من حضرتك ايه؟ تقرا الاسئله س وج، وقبل ما تقراها انا عامل لك صفحه واحده فيها الكلمات. عندك صفحه فيها الكلمات بتاعت القصه، احفظها اقراها كويس، عشان انت عارف الاجابه بالعربي ومش عارف تحطها بالانجلش ازاي. عشان ما اطولش عليك، يلا عشان تلحق تراجع الملزقه اللي احنا لسه قايلين عليها. فمثلا واي دو ثينك ذات فيلج، انت هنا ممكن تحط الاجابه من دماغك، مش شرط تلتزم بالاجابه اللي انا مديها لك. يعني انت عندك على كل فصل انا كاتب لك حوالي 10 اسئله، من 10 11 12، في عندك 10 اسئله. تمام، اقراهم س وج، مش هيخرج بره، مش هيخرج براهم باذن الله. خلاص، وبرضه هنذاكرهم ونبص عليهم، ولكن انا عايزك بس تحاول تجيب الاجابه من دماغك. فبيقول لك ايه؟ What do you think the village people refused؟ ليه الناس يا جماعه رفضوا ان هم يساعدوا جيم ومامته؟ هتكتب الاجابه وتكتب اجابه كويسه طبعا because they were frightened، مثلا لان هم كانوا خايفين. خلاص، قال لك اللي بعده. كل الاسئله دي عندك في الملزمه، مش هنحرق وقت، احنا عايزين نشوف اللي بعده. Do you like كابتن سموليت؟ هل انت حبيت كابتن سموليت؟ انت وراحتك، انت وراحتك، بس الافضل في القصه تقول له اه انا حبيته. ليه؟ because مثلا he is an honest man، لانه كان راجل ايه؟ راجل امين. he is brave، هو شجاع. فاهم الفكره؟ he is a wise man، رجل حكيم، او راجل intelligent، ذكي. خلاص كده؟ طيب قال لك ايه المورال اللي انت اتعلمته من التريجر ايلاند؟ ايه المغزى؟ المغزى، المورال يعني المغزى، الخلاصه. طلعت ايه من القصه دي بعد ما سمعتها او اتفرجت عليها؟ we shouldn't، مثلا ما ينفعش ان احنا trust anyone، ان احنا نثق في اي حد. خلاص، يعني في حاجات كتيره جدا تقدر تقولها من دماغك وكلها تتحسب لك صح، ما تقلقش. 3 درجات في جيبك، ما تخسرهمش. نيجي بعد كده يقول لك a day you will never forget، يوم عمرك ما تنساه. برضه في نفس الملزمه الحلوه دي هتلاقي في الاخر شويه essays، تمام، شويه مقالات كده. حضرتك خد الافكار منهم، مش هتحفظهم، خد الافكار منهم عشان دماغك تكون حاضره. وفي مقدمه وخاتمه. انا ضد انك تعمل مقدمه وخاتمه جاهزه ومحفوظه، ولكن دي بيستخدمها الطلاب الضعاف شويه. انت طالب ضعيف شويه ولا حاجه، او انت طالبه ضعيفه، مش عيب ان احنا ناخد مقدمه وخاتمه، مفيش اي مشكله. ولكن الطالب الصح هو اللي يحط العنوان ده اللي قدامه ده، يحطه في مقدمه. خلاص، يالف مقدمه من دماغه من سياقه الحوار. فاهم الفكره؟ طيب، ومع ذلك معاك حوالي 10 مواضيع عايزك تركز عليهم جدا جدا جدا، واقراهم وخليهم اخر حاجه قبل ما تنام. اوكي، يبقى عندك حاجتين مهمين يا جماعه. انتوا بتتكلموا في 3.5 ودرجه ونص، بتتكلم في 5 درجات. 5 درجات انا رايي الشخصي هم في جيبنا، انا رايي الشخصي هم في الجيب ومضمونين جدا باذن الله. يلا نخش على محافظه ثانيه ونشوف الكلام بيقول ايه. سكسس، النجاح، نقط هارد ورك اند كوبريشن. الهارد ورك يا جماعه العمل الشاق، والكوبريشن التعاون. يبقى النجاح يا اولاد ايه؟ النجاح is based on، يعني قائم على. طيب خد بالك في كمان كلمه اسمها ايه؟ في كلمه اسمها يا اولاد depends on. ما هي depend on برضه يعني يعتمد على، بس طبعا النجاح مفرد فاحنا قلنا depends. خلاص، depends on مش in. طيب السؤال اللي بعده. My father asked me to watch my little brother. ابويا قال لي watch اختي الصغيره، شوف اختك الصغيره. تمام، هنا يا اولاد كلمه watch معناها يراقب، ركز مع اختك. كلمه يراقب هي كلمه مونيتور، يعني يراقب، ودي جايه في اليونت برضو بتاع يونت 2، وطبعا برضو بتساويها كلمه observe. just as يا اولاد اللي هي كانت اخت وايل. just as the dinner، الدينر يا جماعه، هو الدينر ده فاعل ولا مفعول به يا اولاد؟ مفعول به. يبقى الدينر ماله؟ الدينر بيجهز، يعني الجمله ديت just as بيجي بعدها ماضي مستمر، وايضا لازم تكون الجمله مبنيه للايه؟ للمجهول. يبقى الاجابه بتاعتنا was being repaired. السؤال اللي بعده. قال لك علي sent me، علي ارسل لي اس ام اس. اس ام اس اي حاجه بحروف عندك تاخد مين؟ تاخد على طول كده. اس ام اس اديله طيب قال لك I not black coffee. I not black coffee. I only drank fresh juice. أنا فقط كنت بشرب fresh juice، عصاير. يبقى أنا ما كنتش بحب، ما كنتش متعود. يبقى مين النفي بتاع used to يا أولاد؟ هو اسمه didn't use to. Number 6 بيقول لك they ran up the A، هم مشوا على ال A road leading to the castle.
اللي وصلهم الى الكسر. يبقى هم مشوا على الايه يا جماعه؟ مشوا هنا طبعا على الجارفل. جارفل اللي هي الحصى اللي على الارض، كلمات يونت 6. خلاص، مشوا على الحصى اللي وصلتهم الى الكسل. هنا طبعا جارفل ممكن يبقى معناها الحصى، ممكن يبقى معناها الارض الخشنه، يعني الارض اللي هي زي الارض اللي في الحديقه كده، تمام، ارض عليها زلط يعني. ماريا نقط سينس، ماريا نقط سينس شي هاز لوست هير توي، من ساعه ما ضيعت التوي بتاعتها. هنا يا جماعه ماريا عايز يقول لك ماريا ايه؟ لان هي هنا سينس جايه بمعنى لاني. هنا سينس جايه بمعنى لاني. ايه ده؟ يعني كلمه سينس هنا مش كلمه داله على المضارع التام؟ لا، لان كلمه لو هي كلمه داله على المضارع التام فمن قواعدها ان سينس بيجي بعدها ماضي بسيط، يعني بيبقى قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. هنا مش موجود الكلام ده. اذا سينس هنا جايه كمعنى كلمه خارجيه خالص. معناها ايه؟ معناها لاني، زي بيكوز كده. يبقى هي بتعيط دلوقتي لاني ضيعت اللعبه بتاعتها. ففين يبكي الان؟ هي كلمه is crying. خلاص. قال لك Egypt is providing ecotourism. مصر بتدعم يا اولاد السياحه البيئيه to protect the environment، عشان تحمي البيئه نقط the Red Sea. هنا يا جماعه احنا عايزين نقول كلمه بطوال البحر الاحمر. هنا عندنا كلمه along، انت المفترض تحتار بينها وكلمه along. ايه ده، هو في فرق؟ طبعا في فرق. كلمه along المتصله دي وهي الاجابه بمعنى بطول، يعني بطول نهر النيل. along المتصله. امال along المنفصله دي صفه يا معلم بمعنى طويل، يعني a long way، a long road، يعني طريق طويل. فاهم الفكره؟ يبقى دي كلمه كده معناها طويل، مضاف لها الآ اللي هي اداه نكره مش تبعي اصلا، ولونج وبيلونج دي حاجات تانيه. خلاص، لكن انا عايز كلمه along اللي هي بالشكل ده يا ولاد. 9. the place where، المكان اللي انت born، اللي انت were born اللي اتولدت فيه، and grow اللي كبرت فيه كمان، is called اسمه ايه؟ المكان اللي اتولدت فيه وكبرت فيه، كلمات يونت محمد صلاح، اسمه الهوم تاون. الهوم تاون يا جماعه اللي هو بنسميه مسقط راسك. الحته اللي انت اتولدت فيها اسمه مسقط الراس. طبعا يا جماعه الداون تاون والسيتي سنتر والماظه والحاجات دي مش تبعنا. 10 بيقول لك I will phone you، انا هتصل عليك as soon as، رابط اهو. as soon as ده اسمه رابط، معناه بمجرد ان. الرابط يا جماعه قبله مستقبل بعده مضارع. طب اللي بعده ده انهي مضارع؟ يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام. والله يا اولاد المراجعه دي هتعمل معاك فرق رهيب جدا، والله هتعمل معاك فرق رهيب جدا. انت يعني مش عايز اقول لك، انت لو ما ذاكرتش طول الترم وركزت في الفيديو ده الدنيا هتختلف معاك خالص. تمام. المهم، فبعدها مضارع. مين المضارع في الاختيارات؟ حاجتين، يا اما دي يا اما دي. صح، ده تام وده بسيط. فانت هتبدا تشوف بقى الاي يا معلم، مش هو هنا في اي؟ الاي دي هتاخد بقى هز، الاي تنفع مع هز؟ لا، يبقى دي غلط. يبقى مين اللي باقيه؟ اي فينش. يبقى الروابط after as soon as before by the time till until بعدهم مضارع قبلهم مستقبل، بعدهم مضارع قبلهم مستقبل. ركز على القاعده دي وادعي لي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك رساله دي اللي هي اسم جمعيه رساله يعني. is an Egyptian a which helps poor people، بتساعد الناس. طبعا رساله اسمها جمعيه خيريه، يبقى كلمه تشاريتي اللي هي جمعيه خيريه. ركزوا معايا يا ابطال. لك الجمله رقم 12 نقط stands for internet of things. internet of things اللي هو اسمه انترنت الاشياء. يبقى كلمه عندنا في الكلمات اسمها IoT. تمام. يلا حبيب قلبي كده ان شاء الله اللي هيروح يقفل الامتحان بكره. بيقول لك your brother اختك، اسف اخوك، سوري اخوك نقط for كايرو just now. just now كلمه داله على الماضي البسيط. ها، حطها سر كده، كلمه داله على ايه؟ الماضي البسيط. طب جاست بس؟ لا، جاست بس مضارع تاني. شفت اللعبه فين الماضي البسيط عندك في الاختيارات اللي هو التصريف الثاني للفعل. كلمه ليفت اللي هي الماضي من كلمه غادر. ميرفت's فاذر، ابو ميرفت هاز ماريد تو وومن، متجوز اتنين. نجم مفيش كلام.
لذلك البت ميرفت has some eight brothers and sisters. هي ليها اخوات اسمهم ايه بقى؟ اسمهم هاف براذر. الهاف براذر يعني اخوك مش شقيقك، اخوك من ام تانية او من اب تاني، فاهم حاجه؟ يعني اكيد انتوا فاهمين. طيب السؤال اللي بعد 15 بيقول لك our teacher always allow. كلمه allow دي يا اولاد بمعنى يسمح. لو جه وراها مباشره قال لك بيجي وراها الفيرب اي ان جي. يبقى الاجابه بتاعتنا مين يا جماعه؟ الاجابه بتاعتنا اسمها توكينج. السؤال اللي بعده قال لك وات امباكت، التاثير اللي هذا بالينج اللي هو الايه يا جماعه؟ التنمر. كلمه مهمه قوي يا اولاد. هاد نقط عليه. ايه التاثير اللي حصل؟ طبعا مع حرف الجر مين؟ حرف الجر اون علي. التاثير اللي حصل على الواد مين؟ على الولا علي. برضه هنا القطعه زي ما اتفقنا يا جماعه في اول الفيديو، لازم اقرا الاسئله واحاول استنتج المعنى العام بتاع القطعه. خلاص، وان شاء الله زي ما قلت لك هينزل لك حل القطع لوحدها باذن الله. طبعا انا هعمل له لوحدها عشان ما نطولش الفيديو قوي قوي قوي. خلاص كده. طبعا هنا دي بتتكلم على البلاستيك والريسايكلينج واعاده تدوير البلاستيك والحاجات دي كلها. خلاص. السؤال اللي بعده تعال نشوف ايه الترجمه. الترجمه خلاص زي ما اتفقنا في طريقه البصمجه بتاعت ام حماده اللي انت بتمشي بيها، وفي طريقه بتاعت البني ادمين الطبيعيين اللي عايزين يتعلموا. خلاص. ترجمه يا جماعه عندك اولى وثانيه وثالثه، معتمد على الكلمات، لازم تكون عارف كلمات، سيبك من الكلام الهقص، لازم تكون عارف كلمات. الجمله بتاعت الترجمه بتقول لنا يا رجاله، بيقول لك طبعا computer and language skills have become essential qualifications for most jobs. والله الجمله دي جمله مهمه جدا 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 في حياتك، اسمعها مني، والله من الجمل المهمه جدا 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 لازم تتعلمها. Nowadays that's why they are given much care at school and universities. قال لك ده لهذا السبب هم بياخدوا يعني اهتمام كبير جدا في الجامعه واليونيفرستيز. طب ركز بقى معايا كده وتعالى بينا نشوف ونصلي على النبي ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه كده صاحبي بيقول لك ايه؟ اصبحت مهاره الكمبيوتر واللغه مؤهلات ثانويه. هو هنا فوق اصلا حضرتك لازم تكون مركز ان عندك كلمه سينشال دي يا اولاد بمعنى ضروري. كلمه سينشال دي بمعنى ضروري. خلاص، يبقى هي اصبحت ثانويه. يبقى انا مبدئيا كده صباح الفل حذفت الجمله الاولى. خلاص. اصبحت مهاره الكمبيوتر واللغه مؤهلات اساسيه لمعظم الوظائف، والجمله حتى الان سليمه فور موست جوبز. خلاص. فعلا الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي واللغه الانجليزيه دي مؤهلات بقت شيء اساسي اساسي، حتى لو انت مش هتشتغل في التخصص بتاعك ده، مش هتشتغل في تخصص اللغه الانجليزيه، لازم يكون معاك لغه. المهم في الوظائف في الوقت الحاضر، وهذا هو السبب في انهم يلتقون الكثير من الاهتمام. يبقى they are given فعلا much care الكثير من الاهتمام في المدارس والجامعات. الاجابه رقم ب. طيب الاجابه رقم ب. طب انت مستر ما قريتش الباقي. الاجابه رقم ب. ازاي اصبحت مهاره الكمبيوتر واللغه مؤهلات اساسيه لمعظم الوظائف في الوقت الحاضر، وذلك لانهم يلتقون الكثير من الاهمال. لا، ادي الاهمال دي غلط. طيب اصبح لغه او مهاره الكمبيوتر واللغه مؤهلات اساسيه لمعظم الوظائف في الوقت الحاضر لانهم يلتقون الكثير من الاعمال. يبقى الاعمال هنا غلط. يبقى انا مين يا معلم عندي الاجابه؟ يبقى انا عندي الاجابه هنا صديقي كانت رقم ب. تمام. يلا بينا كده نشوف جمله الانجليش بتقول ايه. تتاثر البيئه بالنشاط البشري في شتى مناحي الحياه. طبعا انت كلمه مناحي ديت مش كلمه يهودي دي. لهذا السبب يعد الإنسان أهم عنصر في الحفاظ على البيئة وتدميرها. خلاص، الإنسان هو أهم عنصر، يا هيحافظ يا هيدمر. طبعا احنا عارفين احنا بنعمل ايه، صح؟ طيب هنا the environment is affecting. أول غلطة، هو البيئة يا جماعة هي اللي بتأثر ولا بتتأثر؟ بتتأثر. يبقى هنا الإجابة بتاعتنا صباح الفل. أول حاجة كده affecting دي غلط. البيئه هنا affect معناها يؤثر. انا عايز يعني الجمله دي مبني المجهول، البيئه هنا مفعول يبقى تتاثر. يبقى هنا الاجابه يا اولاد بيقول لك ايه؟ ها the environment is affected by human activity in various walks of life. ها الجمله دي اعتقد هي ايه؟
the environment is infective. لا ده هنا في infected. انا عايز اتأثرت. infected دي يعني جالها عدوى، يبقى دي مش تبعي. هنا the environment is affected by human creativity. creativity يعني ايه creativity؟ الابداع. هي تأثرت بالابداع؟ لا، يبقى creativity دي غلط. لازم تكون عارف واحفظ معاك الكلمات دي، الله يكرمك، واكتبها دلوقتي في ورقه وانت شغال معايا كده عشان تثبت في دماغك. creativity مش تبعنا، وانفكتد مش تبعنا. الاجابه رقم بي. الانفايرمنت is affected by human activity، بالانشطه البشريه in various walks of life، في شتى مناحي الحياه، في كل مجالات الحياه. For this reason، لهذا السبب، man is the most important element is أو in preserving or destroying. ده أهم عنصر، يا إما preserving يا إما destroying، يا إما بيحافظ يا إما بيدمر الانفايرمنت. بالله عليك وأنت شغال كده خد كلمات، لأنك وارد تلاقي الكلمات اللي أنت اتعلمتها دي تلاقيها في الامتحان. مفيش كلام. ممكن ما تلاقيش نفس الجملة، بس تلاقي كلمة destroy، تلاقي كلمة affected، تلاقي كلمة creative، وهكذا. صلينا على الحبيب. 3 أسئلة بتاعت القصة أولاد. بيقول لك we have guns. we have guns معانا بنادق. if you try to contact silver، لو انتوا حاولتوا تقابلوا سيلفر أو تتواصلوا معاه you will be dead، هتموتوا. they loved very surprised، هم كلهم بصوا مندهشين كده. حد عارف الحدث ده فين؟ Why do you think these sailors were surprised؟ تعتقد ليه البحارين كانوا surprised؟ طبعا ده هتلاقيه في الإجابات عندك، ولكن هقول لك كده القصة دي بسرعة كانت فين. البرد مموتني. المهم هنا يا معلم سيلفر آسف كابتن سموليت لما جاله خطة إن هو يعني عايز يخلص من ال6 رجالة بتوع سيلفر اللي كانوا موجودين على السفينة. تمام؟ فدلوقتي هو خلاص لقوا الفورت، لقوا الحصن، وهيبداوا ينتقلوا خلاص وينقلوا الحاجه. فنزل قال للرجاله، قال لهم احنا معانا الجنز، معانا البنادق، خلاص اللي فيكم هيقرب ناحيه سيلفر او هيكلمه هنموته. تمام. وبعد كده ابتدى ينزل وياخدوا اللي هو كان نقلات القارب، بينقلوا بقى المؤن والحاجات بتاعتهم من على السفينه الى الفورت الحصن. تمام. طيب فبالتالي هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هم ليه البحارين كانوا مستغربين؟ طبعا البحارين استغربوا من الكلام ده. كل الاجابات دي هتكون موجوده عندك، بس انا بقول لك يعني الحكايه كده السريع. المهم you were right and I was wrong، انت صح وانا غلط. ده مستر ترولوني كان قصده ايه هنا؟ مستر ترولوني لما كان بيكلم كابتن سموليت، لما الولا بيل الولا اسف جيب سمع وهو في البرميل، سمع الخطه بتاعت سيلفر، فبقى يعني لما سمع فراح قال لهم. فطبعا كان في الاول تيرولوني كان ضد سموليت، لان قال له انت فاهم غلط. طلع سموليت صح فعلا، because طبعا the men او all the men او all the silvers men، كل الرجاله اللي كانوا جايين مع سيلفر were a gang، كانوا عصابه، او were pirates، كانوا قراصنه. برضو زي ما بقول لك الاجابات موجوده، بفكرك تاني. اللي بعده بيقول لك why do you think or what do you think was strange، ايه الغريب في الراجل اللي هو بلاك دوج؟ السؤال دوت انت هتوصف بلاك دوج ان هو الراجل كان يعني عنده 3 صوابع خلاص. وايه الغريب فيه؟ برضه الاجابه دي هتلاقيها في شابتر 1 عندك، سوري في شابتر 2. شابتر 2 اللي بعده بيقول لك ايه؟ the importance of ecotourism. بلح. يعني أهمية الإيكو توريزم، أهمية السياحة البيئية. ده عندنا برضه في الأسئلة، وده أصلا درس الريدنج بتاع يونت 1. طيب عايزك كده ترتاح، تقوم تاخد لك كوباية شاي يا معلمي، خلاص تروق على حالك كده وترجع تكمل. وقف الفيديو كده وارجع كمل كمان شوية، وأنا كمان أهو أشرب شاي. شربت شاي يا معلم؟ يلا بينا. الشاي الشاي الشاي. بص يا سيدي، محافظة القاهرة، رود الفرج بقى ايه شبابنا هناك عند سنتر الراعي. صبح صبح يا عم الحاج، صباح الفل، عاملين ايه؟ يلا بينا صديقي كده. يقول لك ايه؟ يقول لك تو ساني نيم فور ايزوليتد. كلمة ايزوليتد يا ولاد بمعنى منعزل. طيب عايز بقى ايه؟ عايز السانونيم المرادف لمنعزل كلمتين. مين يا معلم؟
عندنا طبعا اول كلمه هي كلمه distant، ما هي isolated بمعنى بعيد او منعزل، فهي distant. وايضا كلمه مين يا اولاد؟ كلمه remote. السؤال بعد بيقول لك I will be always grateful. كلمه grateful دي يا اولاد بمعنى ممتن، انا هكون ممتن للبيرنتس، لابويا وامي اللي هم support me، اللي كانوا بيدعموني. طيب الانتينيم بقى لكلمه support يا اولاد، المضاد ليها. المضاد ليها كلمه مهمه جدا اللي هي كلمه ignore وكلمه neglect. خلاص، دول اللي زي كلمه discourage كده، يعني لا يدعم او لا يشجع طبعا. خش بعد كده على الاسئله اللي هم 4 اختيارات اسف. he always او he was not when he know that he won the competition. لما هو عرف ان هو فاز بالكومبيتيشن المسابقه، يبقى الراجل كان ايه يا جماعه؟ كان over the moon. over the moon expression يا اولاد بمعنى سعيد جدا، يعني very happy. نمبر 4 قال لك he's known. كلمة he's known دي هو معروف، معناها هو معروف as كنقط person. he always donate، هو دايما بيتبرع. يبقى ده راجل ايه يا جماعة؟ ده راجل generation يا generous آسف بمعنى كريم. طبعا عندنا كلمة generator اللي هو المولد بتاع الكهرباء مثلا. كلمة genius يعني عبقري، وكلمة rich بمعنى غني. السؤال اللي بعده قال لك يو شود ايه يا اولاد؟ ماتش اكسبيرينس. كلمه اكسبيرينس دي اللي هي بمعنى الخبره. حلو قوي. مين هنا في الكلمات دول بمعنى يكتسب خبرات؟ طبعا هنا يا جماعه كلمه ايرن دي يكسب فلوس. ايرن دي يكسب، بس بتيجي مع الايه؟ الفلوس اللي بتيجي من شغلك. طيب وجين هي الاجابه اللي هي بمعنى يكتسب خبرات، يكتسب شيء معنوي. تمشي بقى يكتسب خبره، يكتسب معلومات، يكتسب وزن، يزيد في الوزن. كلمه وين يفوز بمسابقه، وكلمه سكسيد طبعا بمعنى ناجح. 6 my mother's advice. نصيحه ماما. نصيحه ماما is always useful، مفيده جدا. I take it expression بقى على بعضه for granted. نصيحة أمك وأبوك دايما خدها take it for granted، يعني يبقى أمر مسلم بيه بالنسبة لك. الناس دي ما بتغلطش أبدا بالنسبة لك. اللي بعده نمبر 7 قال لك she is very similar. كلمة similar يا أولاد يعني مشابه، فدايما معاها حرف الجر يا أولاد كلمة to. هي مشابهة جدا لأختها. I thought they are twins. أنا أعتقد إن هما twins، إخوات توأم يعني. زي أنا وأخويا كده بالظبط على فكرة، اللي بيشوفنا ما بيفرقش بيننا، مع إن بيني وبينه حوالي 10 سنين. هو اكبر مني ب 10 سنين. 8 قال لك it's bad for young people. حاجه وحشه جدا لليونج الشباب. انت يعني to ايه in the street at night، ان انتوا تتجولوا في الشارع بالليل. مفترض بالليل ما ينفعش تمشى في الشارع. خلاص، فين بقى يتجول؟ يتجول كلمه مهمه قوي يا اولاد اسمها wander بمعنى يتجول بالاي. امال وندر بالاو ده بمعنى يتساءل. خلاص، طبعا فلاي وتندر مش تبعي. The repeated pattern of sound is in music are now in ايه؟ قال لنا يا جماعه ان الصوت المكرر في الموسيقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايقاع موسيقي. ايقاع موسيقي يا اولاد اللي هو مين؟ اللي هو كلمه ريزم. ده ايقاع، لكن الرايم اللي هي القافيه اللي هو اتفاق اواخر الابيات زي ما شرحنا من شويه. ناريتيف يعني الراوي. قال لك دي تعتبر ايه؟ لكلمه ناريت. ناريت ده الفعل بتاع يروي. قال لك دي تعتبر يا اولاد ادجكتيف، وعلى فكره تنفع نون ايضا. دي تنفع نون برضه، ينفع صفه روائي او ينفع نون. الاجابه على فكره بتاعت دي الاثنين، دي ممكن تكون غلطه دي. طيب يبقى دي تنفع الاثنين، تنفع نون وتنفع ادجكتيف في الامتحان اللي يجي لك منهم طبعا. قالت شي نقط فروم كايرو يونيفرستي. هي تخرجت. طب تخرجت يعني ايه يا جماعه؟ كلمه مهمه جدا لازم نعرفها اسمها جراديويتد. جراديويتد. طيب ما بيجيش مع حروف جر، ما بيجيش معاه اسف ولا هاز ولا ووز خالص، لا. كلمه جراديويتس برضه مش تبعنا، هي كلمه يتخرج جراديويتد. 12 قال لك ذا لاتست نيوز، الاخبار الاخيره about ذا انكريز، زياده السالاريز، زياده المرتبات يا اولاد. نقط هيم هابي اند هوبفول، خليته سعيد وعنده امل كده في الحياه. يبقى اللاتست نيوز ديت يا اولاد تخلينا نروح لزمن المضارع التام.
يبقى اللي هاز ميد اللي حصلت في السالاريز. طبعا هنا كلمة نوز اللعب عليه، هي الكلمة ديت يا جماعة اللي هي عبارة عن كلمة غير معدودة فمفردة، فلذلك احنا اخترنا كلمة ايه يا اولاد؟ كلمة هاز. خلاص؟ يلا ربنا ييسر ان شاء الله، وعايزك تركز معايا في الحل يا اولاد على الافكار. ان شاء الله هتلاقي الكلام ده بكرة باذن رب العالمين، وان شاء الله ربنا هيذكرك بكل حاجة. قال لك I can't stand. كلمات يونت 6 يا جماعه، اليونت دوت من اهم اليونت، وطبعا ما فيش كلام موجود في الامتحان. I can't stand دي على طول على طول على طول بيجي وراها الفيرب ان جي، ما تفكرش. يبقى الاجابه مين؟ watching tennis match they are boring. دي حاجه ممله، مش عارف اقعد اتفرج على المباراه لان دي حاجه ممله جدا. اللي بعده what time. what time نقط the final match start tomorrow. اي طالب هيجري يشوف tomorrow يقول لك بس صباح الفل صباح الفل اسف يختار ايه؟ يختار وين؟ اقول له غلط. غلط، لان بدايه المباراه ده اسمه ايه؟ اسمه جدول مواعيد. وانا قايل لك جدول مواعيد يعني مضارع بسيط. جدول مواعيد يعني مضارع بسيط، يعني هتلعب مع مين يا صديقي في الاختيارات؟ مع دز. تمام؟ مش احنا كنا بنقول القطر ليفز، الماتش ستارتس. طب لو هي جايه في السؤال يبقى بسال في صيغه برضه المضارع البسيط. وود رادر، قاعده وود رادر من القواعد الخطيره جدا. لو لوحدها فبيجي بعدها الفعل في المصدر، لكن عشان بعدها فاعل فقال لك بختار بعدها ايه؟ ماضي. خلاص؟ مين الماضي في الاختيارات معانا؟ طبعا كلمه وير. سوري اي فورجوت. كلمه فورجوت يا جماعه كان بيجي بعدها الاثنين. قال لك لو جه وراها تو المصدر يبقى ينسى ان يفعل، حاجه لسه هتحصل. لكن لو جه وراها الفيرب اي ان جي ينسى حاجه حصلت. طب احنا هنترجم ونشوف. انا اسف، انا نسيت ان اشتري لك هديه، انا نسيت ان انا هشتري، لسه هشتري. يبقى ينسى ان يفعل، يعني اختار من الاجابات تو والفعل في المصدر. طيب بعد كده يا رجاله عندنا جملتين الترجمه زي ما اتفقنا نتدرب كده عليهم. بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك sports competition help boring peoples closer and reject violence and hatred. لازم تعرف كام كلمه دول كده يا ولاد، يعني لازم كام كلمه دول كده، reject وcloser وviolence وhaters، كام كلمه دول مهمين جدا لازم تعرف عليهم. طبعا تساعد الكومبيتيشنز اللي هي المنافسات الرياضيه. الكومبيتيشنز اللي هي المنافسات الرياضيه تساعد المنافسات الرياضيه. هنشوفها من هناك. طبعا تساعد الرياضات دي غلط، خلاص يبقى الرياضات دي غلط مش تبعنا. لكن هي المنافسات الرياضيه برضه الرياضات دي غلط. المنافسات الرياضيه على تقارب ولا قرب؟ هي المفترض تقارب ونبذ العنف والكراهيه. طبعا هنا كلوزر اللي هو تقارب. تقارب تمام، هي الاجابه رقم ب. طبعا هنا لازم تكون عارف كلمه الفايلنس والهيترد. الفايلنس يعني العنف يا اولاد، والهيترد اللي هي الكراهيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ يجب على كل مواطن ان يلعب دورا فعالا وبناء لصالح بلده، ويجب عليه ان يفكر في مشاكله وان يعرض حلولا وان يساعد في تطبيقها. طبعا هنا يا جماعه القطعه اتكلمنا عن every citizen. برضو عايزك الكلمات اللي تركز عليها. عندنا كلمه citizen دي بمعنى مواطن، مهم يا اولاد. every citizen must play active and constructive role. خلاص for the beneficial to their country. حلو قوي. طب ما حتى الان جمله سليمه. قال لك تعالى نقراها كده بتركيز. every citizen must play active and constructive role in the beneficial of their country. حلو. يجب على كل مواطن ان يلعب دور فعال. every citizen must play an active and constructive role in the beneficial of his country. ركز معايا هنا. الغلطه هنا يا اولاد او الفرق بين كلمه ذير وكلمه هز. هو هنا يجب على كل سيتيزن، على كل مواطن، يبقى مش ذير. يعني يجب على كل مواطن ان يلعب دور فعال في ايه يا جماعه؟ في وطنه. في وطنه مش في وطنهم، فهو مفرد، فكلمه ذير دي غلط. شفت اللعبه فين؟ طيب قال لك هيز كانتري، وطبعا كلمه ذير هنا ايضا هي متكرره، يبقى برضه ذير هنا غلط. ها قال لك في الهيز country، وهنا الجمله every citizen must play an effective construction for اوكي حتى الان سليم. نشوف بقى الجمله الثانيه. and think about its problem.
and think about its problem. ركز بقى معايا. اللعبة هنا والفرق يا جماعة في الحتة دي. ويفكر في مشاكلها. ويفكر في مشاكله. اللي هو مش يعني بيقول لك يجب على المواطن ان يلعب دور فعال في وبناء لصالح بلده، ويجب عليه ان يفكر في مشاكله. مشاكله اللي هو مين يا جماعه؟ البلد. يجب ان احنا نفكر في مشاكل البلد. خلاص. فهنا هل هي اتس ولا اتس؟ وايه الفرق بينهم؟ طبعا هنا كمل اوفر سوليوشن اند هيلب امبلمنت ذم. هنا خلاص، هنا اللعبه خلاص. الفرق في كلمه اتس واتس. هنا بقى يا جماعه كاتب لك ات از بروبلمز، يعني ات ابوستروف اس كده، يبقى دي اختصار ات از، فدي طبعا غلط. لكن اتس هي اللي بمعنى ملكه. ملكه، يبقى هنا الاجابه رقم بي. ان اللقطه. طبعا برضو اسئله القصه زي ما اتفقنا هنعمل لها كده ايه تلخيصها لوحدها. وهاو تو سيف انرجي برضو باراجراف، ما ننساش يا جماعه انه مكون من 150 درجه، وبنتكلم فيه كده من 150 كلمه، اسف، وهنتكلم فيه باذن رب العالمين. خلاص. يلا بينا كده التست اللي بعده سريعا. which of the following are synonym؟ دي الاندرلاين كلمه worthy. كلمه worthy يا جماعه of reading. the book is worthy of reading. طبعا هنا يا جماعه كلمة worthy اللي هي عندنا كلمة deserving وكلمة estimable. خلاص. كلمة worthy الكتاب ده يستحق القراءة، فطبعا هنا كلمة يستحق الكلمتين دول. قال لك some doctors go voluntary clinic، بيروحوا يشتغلوا في عيادات يعني voluntary يعني تطوع. فطبعا هنا الانتي المضاد ليها طبعا هي كلمة ايه؟ هي كلمة paid يعني مدفوعة. وايضا كلمة forced يا اولاد بمعنى مجبر. انت مجبر مش بمزاجك، هنا انت مجبر. خلاص. طيب لانه عايز الانتونيم. السؤال يعني بيقول لك نقط food can be described as hot، بنسميه hot يعني حار. يبقى الاكل ايه يا اولاد؟ الاكل السبايسي، الاكل الحار. التورستس wanted to know what the next السياح عايزين تعرف النكست ايه يا جماعه was and the guide told them الجايد قال لهم ان would be heading for the pyramids at Giza. يبقى هم عايزين يعرفوا النكست destination، الوجهه او المقصد اللي جاي كلمه destination. قال لك لوك انظر يور سكين لوك لايت ان كلر، جلدك كده باين ان هو منور في الكلر في الالوان. يو ماست سي دكتور، يعني جلدك كده في لون خفيف، في لون لايت، لون خفيف كده. خلاص لازم تشوف الدكتور. الفريز دي يا اولاد لايت ان كلر، هنا كلمه لايت ان كلر هنا. قال لك كان بي ريبليسد، ممكن يعني تتبدل بكلمه ايه؟ بكلمه بيل يا اولاد، اللي هي بمعنى شاحب، يعني لونك مخطوف. كلمه شاحب هنا على لونك مخطوف، شكلك تعبان. قال لك اللي بعده او ان نقط is an area of water next to the land. area of water بجوار اللاند، ميه جنب الارض. وقال لك دي بتكون للشيبس يا جماعه وتو دوك ات. طبعا هنا السفن عشان تتربط فيها او تمسك فيها يبقى ده اسمه الميناء. الميناء يا اولاد اسمه ايه؟ اسمه هاربور، يعني هاربور يعني ميناء. طيب اللي بعده قال لك طبعا كراوتش العكاز، وانكر اللي هو المرساه، والبار اللي هو البرميل. لكن انا عايز هاربور اللي هو الارض اللي بجوار المياه. 7 بيقول لك to be sure that something is true، عشان تتاكد ان في حاجه true يعني حقيقيه. or will always stay in the same means. قال لك وايضا يعني ستكون بنفس المعنى. خلاص. او ستبقى بنفس المعنى. يبقى طبعا ده ايه يا جماعه؟ ده take it for granted، انك هيبقى امر مسلم به. تركيبه مهمه جدا يا اولاد لازم نحفظها ونركز عليها. You can solve any problem، هو بيعرف يحل اي مشاكل. يبقى الراجل ده شخصيته يا جماعه resourceful. كلمه resourceful ده الشخص اللي كان solve any problem، يقدر يحل اي مشكله. جمله رقم 9 قال لك he have 3A in our villa. هو عنده 3A، او احنا عندنا 3A في الفيلا بتاعتنا. طبعا عندنا يا جماعه they all هاوس ورك، كلهم بيعملوا الهاوس ورك بتاعتنا. يبقى احنا عندنا سيرفنت اللي هم خدم. قال لك نقط وركينج اورز. بص يا اولاد ركزوا معايا هنا. وركينج اورز دي ده هل ده فعل ولا هل ده اسم؟ ركز معايا هنا يا صديقي. كلمه وركينج اورز ده اسم، ده مش فعل. يا مستر ازاي؟ ما هو حبيب قلبي هنا هي على بعضها، هو هنا مش جايب وركينج بس،
انا هنا على بعضها دي كده 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 كلها كده اسمها ساعات العمل، وده اسم مش فعل. ساعات العمل اسم اهو. فبالتالي بنختار ايه؟ مين في الاختيارات بيجي بعدها اسم؟ قال لك كلمه ديورنج يا معلم. ديورنج بيجي بعدها اسم. خلاص. طيب هنا طبعا هو حاطط لك اون ووايل عشان انت عارف ان اون ووايل بيجي بعدهم اي ان جي، فاي طالب هيتلخبط هيجري وراهم بسرعه. ركز، لو الفعل لوحده، ممكن العب مع وايل، ممكن العب مع اون. خلاص. وايل لو الحدثين قاطعين بعض، اون لو الحدثين جايين ورا بعض. لكن هنا working hours ده مش فعل اي ان جي، ده اسم صحيح شكله فيه اي ان جي بس هو اسم. قالك نيفر نوت ليت. تركيبه جديده وتركيبه غريبه قوي. بص يا صاحبي، يمكن لكلمه نيفر ان لما تبدا بيها الجمله يجي بعدها فعل مساعد زائد الفاعل. ايه ده يا مستر؟ يعني ممكن يجي الكلام ده؟ ممكن يجي اهو. جه في محافظه. فهنا مين الفعل المساعد عندك؟ does he. ها، never does he late. خلاص. طيب وممكن تبقى is he على فكره. لا استنى، احنا هنا مش هتبقى does، لان does he لازم بعدها فعل في المصدر، وليت هنا ده مش فعل. هيبقى هنا الفعل المساعد بتاعنا is. يبقى هنا الاجابه بتاعتنا is he. is he. تعال نقولها مره ثانيه ونشرحها لك. بيقول لك ان never يا جماعه يجي بعدها فعل مساعد زائد الفاعل. never لو بدات بالجمله ينفع يجي بعدها فعل مساعد زائد الفاعل. خلاص. طيب هنا يا جماعه فعل مساعد زائد الفاعل فلازم يجي بعدها مصدر، لكن هنا ده مش مصدر، ده كلمه ليت صفه بمعنى متاخر. يبقى مين اللي بتيجي مع الصفات يا جماعه؟ هي الاز. is he late. اللي بعده what not is still a secret. what not is still a secret. you needn't worry. يعني قال لك عايز يقول اللي انت قلته لسه سر، انت مش محتاج تقلق. اللي انت لسه قايله لي يعني مضارع تام. افتكر المضارع التام يعبر عن حدث في الماضي وما زال مستمر، حدث في الماضي وانتهى وله اثر، حدث اتكرر قبل كده وممكن يتكرر في المستقبل، او حدث لسه حاصل. لسه ده مضارع تام هاف وهاز والتصريف الثالث للفعل. يبقى اللي وات هاز بين سيد. ايه ده دي تركيبه مبني للمجهول. عايزين نقول اللي اتقال. يعني عايزين نقول ايه؟ what has been said. ترجمه الحته دي الذي قيل، اللي اتقال. جمله خطيره جدا 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 الجمله دي. يعني عندك جملتين اهم تركات تقيله على طالب اللي مش مذاكر. خلاص. طيب لذلك بقول لك في الفيديو بتاعنا النهارده هتلاقي افكار، كميه افكار مهوله رهيبه جدا هتفرق معاك جدا باذن الله. يلا بينا. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك there were only فقط people. people ده اسم ايه يا جماعه؟ اسم معدود. اسم معدود يبقى انت دماغك على طول تحذف دي. وonly فقط يعني انت هتختار قليل. مستحيل اقول لك في فقط كثير، صح؟ يبقى ميني بره عن ميني. يبقى انا عارف يو وافيو. وطبعا طالما فقط يا جماعه ايه الفرق؟ قال لك دي قليل لا يكفي، لكن دي قليل يا اولاد يكفي. فيو ما بتكفيش، فيو بتكفي. ديت يا اولاد بتكفي. خلاص كده. طيب يبقى ده قليل ما يكفيش. يقول لك في ناس قليله في الميتنج as the weather was extremely bad. بص يا سيدي، سكه ودغري كده وخلاصه. لو شفت كلمه only اختار كلمه فيو. معايا يا عم الاسطوره؟ صلي على الحبيب وركز معايا. اللي بعده I can't get used. طالما get used يبقى بختار ايه؟ to والاي ان جي. انا عارف ان used to بس يجي بعدها المصدر، لكن am واز وار was were وجيت وبيكام used to بعدهم الفيرب اي ان جي. اللي بعده the wall of the house don't look safe. الحيطه بتاعت البيت ديت شكلها مش امينه، شكلها مش امان يعني. I think it not. ده ايه ده يا جماعه؟ قال لك اعتقد ان هي ان هي هتقع. طيب هو مش مديني دليل. هيجي طالب اول لما يشوف I think يقول لك will على طول، اقول له غلط. I think مش will. ليه يا مستر I think مش will؟ لان حبيب قلبي I think هنا مش شرط استخدامها، يعني ما تربطهاش بكلمه will. لا، لو اديتك دليل يبقى هنا going to وهنا الاجابه. طب لو ما اديتكش دليل بقول لك اعتقد الجو هيمطر بكره. I think it will rain tomorrow. اعتقد الجو هيمطر بكره.
هنا هنا مفيش دليل فبقول I think عادي يبقى will. لكن التنبؤ في حالة دليل بقول لك الحيطة شكلها مش ده في دليل اهو يبقى هي هتقع يبقى قدام الإجابة ايه؟ is going to. طالما كتب لي دليل خلاص. اللي بعد my father has worked in this company. بابا شغال في الشركة دي نقط 5 years. 5 years دي فترة لكنها غير محددة يبقى since ولا for من استخدامات كلمة for. القطعة دي طبعا بتتكلم عن الهاني بيز اللي هو عسل النحل. ايه العسل النحل ما الموضوع طبعا برضو الترجمه برضو يا جماعه عشان الناس تكون فاهمه احنا يعني في الترجمه معانا ان شاء الله في الاسئله في فيديو في القناه. اي طالب مش عارف يحل ترجمه يروح على الفيديو دوت هيفرق له معاه يعني قبلها بفيديوهين 3 كده. يلا برضو نحل كده شويه اسئله كمان يا جماعه. نركز. ده بيقول لك ايه الباراجراف كان عن الامبورتنس اوف ايتنج هيلثي فود اهميه اكل الاكل الصحي. حافظة القليوبية قال لك الانتونيمز يا اولاد المرادف او المضاد اسف من كلمه دونيت اللي هي بمعنى ايه يا اولاد؟ يتبرع. مضادها كان ايه؟ قال لك مضاد كلمه دونيت هي كلمه ريسيف يعني يستلم وبرضه تمشي كلمه اوردر يا اولاد. كلمه اوردر بمعنى يامر او يطلب. قال لك السينونيم المرادف من كلمه من الايديوم التركيبه بتاعت اوفر ذا مون اللي هي بمعنى سعيد جدا. طبعا هي كلمه ايه؟ هي كلمه بليزد بمعنى مسرور وطبعا كلمه هابي. كررت كذا مره والفكره خلاص بقت في ايدينا باذن الله. قال لك اللي بعده the poor in our society الناس الفقراء في المجتمع need many kinds of محتاجين نوع من انواع الايه يا جماعه؟ الدونيشن. الدونيشن يا اولاد اللي هو التبرع. قال لك ماي فريند رقم 4 ماي فريند امير نقط ماي انكل ات ذا زو. خلاص. قال لك ذا اذر داي. كلمه ذا اذر داي ديت الناس الشاطره هتفتكر معانا معناها اول امبارح. يعني ايه؟ يعني تصريف تاني. اول امبارح يعني ماضي. يعني ماضي يبقى تصريف تاني يبقى الاختيار بتاعنا كلمه مات. all ده ايه يا جماعه ان اور فارم في الفارم بتاعتنا محتاجين جراس تو ايت ديلي. محتاجين جراس عشان ياكلوا كل يوم. يبقى البهايم اللي هم مين؟ الليف ستوكس اللي هو ال الغنم يعني. السؤال اللي بعدهم رقم 6 بيقول لك ايه؟ معلش نقعد بس عشان انا يعني فاهمين انتوا؟ يعني واقف على رجلي من الصبح. صلوا على النبي يا ابني. ركزوا يا حبايبي كده والله 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 ان شاء الله ربنا هيبارك لك وهيكرمك طول ما انت مركز. طول ما انت بتجتهد شويه اجتهاد بسيط كده تاكد يعني ان احنا في ظهرك ومعاك وهتوصل لكل نتيجه حلوه انت عايزها ما تقلقش. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك بلاينج تنس. هنا بلاينج ده فعل بقى اهو. ده فعل. ده فعل اهو. فعل تنس بلاينج لعبه تنس. ده فعل. فالفعل اي ان جي يبقى مين يا معلم؟ طبعا كلمه واي. السؤال اللي بعده بيقول لنا نقط work in our society في المجتمع بتاعنا will help our poor هيساعد الناس الفقراء. يبقى مين يا اولاد؟ الفولنتري ورك اللي هو العمل التطوعي. الجمله اللي وراها بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا يا اولاد حسام نقط 3 شابترز 3 فصول من النوفل سو فار. كلمه سو فار يا اولاد هي كلمه داله على زمن المضارع التام. سو فار ليتلي ريسنتلي 3 كلمات مهمين جدا وكلمه اب تل ناو. سو فار اب تل ناو ليتلي ريسنتلي مضارع تام يبقى هاف وهاز والباست بارتيسيبل اللي هي الاجابه رقم دي. هاز. رقم 9 بيقول لك هي بوت طبعا هنا عايزك تركز ان بوت هنا الفعل في الماضي. لان هو لو مضارع كان هيقول لك هي بوتس لكن هي هنا ماضي. هي بوت all his food والاكويبمنت بتاعته كل المعدات والاكل بتاعه في الايه and set of the hike وركب الهايك اللي هو البتاع بتاع التزلج. المهم هنا اللي ينفع طبعا الركسك. حط كل الاكل والمعدات في الشنطه بتاعته. قال لك علي جيف مي important advice. كلمه important advice دي نصيحه. كلمه ايه؟ كلمه مفرد. بس خد بالك من نقطه مهمه جدا ان كلمه important advice طبعا مش تنفع وعندك هنا an important advice وعندك many وعندك كلمه some. طيب في طالب هيروح يقول لك an important advice بس انا رايي ان كلمه advice اسم غير معلوم والآن شرط تدخله مع الكلمه
ان الكلمه ديت تكون اسم معدود. يعني الآ والآن دول ما بيخشوش على كلمه مش معدوده. لازم يخشوا على كلمه مفرد، ولازم يخشوا على كلمه ايه يا اولاد؟ معدود. لازم تكون مفرد ولازم تكون معدود. خلاص. فالاول ان مش هينفع عشان كلمه ادفايس دي كلمه غير معدوده، وهي على بعضها امبورتنت ادفايس ماشي، بس المهم اللعبه في ادفايس. طيب ميني مش هتنفع لان برضه ميني بتيجي مع الاسم المعدود. لكن باقي لي مين؟ باقي لي سم، وهي الاجابه. باقي لي سم. قال لك علي جيف مي سم امبورتنت ادفايس، تمشي. يبقى كلمه ادفايس اوعى تنساها، ادفايس بالسي كلمه اسم غير معدود. قال لك ذا the big woman not 3 pieces of painting from the gallery last week. طبعا last week الست هنا سرقت. طبعا هنا عندنا يا جماعه كلمه stole بمعنى يسرق، وبيجي بعدها الاشياء، الحاجه اللي بتتسرق. السؤال اللي بعده بيقول لك your uncle is very ill. عمك تعبان جدا في الهوسبيتال دلوقتي now. خلاص. oh my dear عمي حبيبي I not him tomorrow. خلاص انا هروح ازوره بكره. هنا بقى ايه؟ هنا انت ناوي تزوره خلاص، انت جات لك النيه او مخطط، فهنا ناوي يبقى ايه؟ I'm going to visit. عمك تعبان في مستشفى المصريين. انا مش سامعك من جي، ركز. طيب السؤال رقم 13 بيقول لك ايه؟ بيقول لك we all must support our local. يجب ان احنا نسبورت يا اولاد، يعني ندعم. سبورت يعني ندعم اللوكال ايه؟ for the better lives. طبعا يجب ان احنا ندعم الكلاس ولا الجروب ولا الستاف، الكوميونتي. طبعا يجب ان احنا ندعم المجتمع اللي هي كلمه مين؟ كلمه كوميونتي. be careful. حاسب. the car is not from the side pavement. side pavement اللي هو الرصيف الجانبي. العربية هتتزحلق من على الرصيف الجانبي of the hill right now. بصوا يا جماعة، لما يقول لك be careful أنا عارف إن أنت هنا بيحذرك من شيء، صح؟ طيب. فهنا لما حذرك من شيء يا جماعة فبنستخدم قاعدة إيه؟ بنستخدم قاعدة ال going to. بنستخدم قاعدة ال going إيه؟ to. يبقى الإجابة is going to slide. السؤال اللي بعده I not black coffee I only drank fresh juice. أنا بشرب عصير. السؤال ده احنا حليناه في امتحان قبل كده، يبقى I didn't used to. أنا ما كنتش متعود أشرب black coffee، أنا كنت بشرب عصير. طبعا هنا الجملة ماضي، نركز. Egypt is providing ecotourism. مصر يا جماعة بتعمل السياحة البيئية. خلاص الجملة دي برضه متكررة. along the Red Sea اللي هي بطول along اللي هي بالشكل ده. اوعى تنسى ان في فرق بين along دي والong دي. طيب حبايب قلبي بقى كلمتين جد كده يا معلم. احنا يعني كده بفضل الله نكون يعني زودناك بكل حاجة، ظبطنا لك كل حاجة ان شاء الله. حبايب قلبي كده نكون وصلنا لنهاية المراجعات بتاعتنا. نتمنى ان كل الطلاب بتوعنا اللي اتشرفنا بيهم، سواء طلابنا اللي موجودين في السنتر او الطلاب اللي اتشرفنا بيهم في فترة المراجعات في المنصة بقى او على اليوتيوب، كلكم بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، ودايما والله بدعي لكم. وعايز منك انك تدعم القناة بتاعتنا وتدعم المجهود اللي احنا بنعمله عشانك دوت. خلاص كل اللي محتاجه منك انك تركز، تستعين بالله، حافظ على الصلاة بتاعتك، واجتهد كده وركز كويس قوي في كل معلومة انت عرفتها. واي نصيحة انا بنصحها لك بقولها ليك انت علشان ربنا يوفقك ويكرمك. احنا الفترة الأخيرة طبعا اهتمينا جدا حلنا مقسم، وبعد كده حلنا الامتحانات الشاملة النهاردة عشان الناس اللي امتحانها بكرة، سواء بقى كل محافظة حسب المحافظة بتاعتها وحسب اليوم بتاعها. ولكن ان شاء الله الافكار اللي اتكلمنا فيها في المراجعات سواء هنا او في الفيديو بتاع النهاردة هتفرق معاكم جدا 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 ان شاء الله، وربنا ييسر لكم كل الامور. حبايبي عايزينك تاخد بالك ان دي الخطوة الاولى يا معلم. يعني ايه دي الخطوة الاولى؟ يعني انت لسه في اولى ثانوي هتقابل ولسه هتشوف وهتعدي على افكار، بس تاكد اللي انت اشتغلت عليه السنه دي هتستفاد منه في سنه تانية، تستفاد منه في سنه ثالثه اللي هي تعتبر اهم سنه باذن الله. ودايما ان شاء الله مستمرين مع بعض. نشوفكم بخير يا رجاله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.